هنعمل النهارده واحده من ألذ واسرع واسهل الوصفات اللي ما يختلفش عليها اتنين، المبكبكه او المكرونه الجاريه. قولوا لي بتسموها ايه بالظبط؟ هنعملها بطريقه سهله وبسيطه، اللحمه تطلع معاكم دايبه دوب والصوص غني ولذيذ. السر كله في مكون هقول لكم عليه في نص الفيديو. حله هنزل بمعلقه زيت وشويه سمنه بلدي، وهشوح اللحمه بتاعتي وش وظهر لغايه ما تاخد لون حلو كده. هنزل بورق لورا وفصين مستكه وشويه من البصل المفروم. خلوا بالكم كل ما شوحتوا اللحمه كويس كل ما كان طعمها احلى، لان احنا لما ننزل بالبصل والثوم هنلم كل النكهات اللي موجوده في قعر الحله ده. بعد كده هنزل بشويه توابل هكتبها لكم في الكابشن. وهنا بقى هستخدم صلصه طماطم من ادمي، ودي صلصه على الطبخه يعني سريعه ومتبله بالبصل والثوم والفلفل. هنزود النكهه وهتركزها اكتر كمان. وما ننساش معلقه السكر وشويه من الطماطم الفريش عشان نعزز الطعم اكتر. بعد كده نسيبهم يتسبكوا شويه وهننزل بالميه ونغطيها ونسيبها لحد ما اللحمه تستوي. حابه اعرفكم اكتر على شركه ادمي، هي شركه مصريه 100% متخصصه في انتاج الصوصات والمربات. المنتجات جودتها كويسه جدا مقارنه بالسعر وعن تجربه، وهتلاقوها موجوده في معظم الهايبر ماركت. انا هنا حطيت المكرونه وسبتها تستوي حاجه بسيطه، وبعد كده طفيت عليها وخليتها تكمل سوا في الصلصه. هنديها رشه من البقدونس ونظبط الملح بتاعنا وبس كده. عايزاكم تجربوها، متاكده انها تعجبكم قوي، وقولوا لي كمان جربتوا ايه من منتجات شركه ادمي وعجبتكم.